في الفيديو ده هقولك على الطريقة اللي تعالج بيها الفلومات بتاعك، سواء كان ما بيفصلش خالص الموتور او كان بيفصل كل شوية وكل ما ترستره يرجع يفصل تاني وهكذا يعني. فخليك معايا، انا احمد داوود، دكتور هندسة. طيب انا كده حطيت الفلوماك بحيث ان انا اختبر، اعتبرت ان اللمبه دي هي الموتور. هوقف الفيديو كده واقول لك بس انا بختبر الفلوماك ازاي. اولا الفلوماك انا بركبه على الموتور بالشكل ده، بيبقى تحتيه هنا الموتور. بدخل الكهرباء بتاعتي على الطرفين دول اللي هم الازرق ده والبني ده، بدخل عليهم طرفين الكهرباء ال 220 فولت. بعدين هو الفلوماك بينقل الكهرباء من المكان ده بيوديها للمكان ده، للكابل ده اللي رايح للموتور، اللي انا هنا عوضت عنه باللمبه دي. الفلوماك لما يلاقي فيه ميه بتعدي هنا بيوصل الكهرباء من الطرف ده اللي هي مصدر الكهرباء الرئيسي بتاعي، بيوصلها للموتور، وبالتالي الموتور بيشتغل وبيفضل يرفع الميه. لما بقفل الحنفيات وبالتالي الميه تقف، فالفلوماك بيمنع الكهرباء او بيقطع الكهرباء من الطرف ده عن الطرف ده، فبنلاقي الموتور واقف. هنا بقى انا بختبر الفلوماك بتاعي. همشي لك الفيديو تاني. شايف ادي كابل حاطط سلكه اهو، شوف ايه اللي هيحصل. اللمبه نورت، يعني انا لما وصلت ال 220 فولت الكهرباء اتنقلت من هنا راحت للموتور شغلته. المشكله بتاعت الفلوماك ده ان هو ما بيفصلش خالص. يعني دلوقتي رغم ان مفيش ميه معديه، ومع ذلك الفلوماك بيعتبر ان في ميه معديه ومش بيقطع الكهرباء عن الموتور خالص. هو المفروض لو مفيش ميه الفلوماك بعد 10 ثواني بيقطع الكهرباء عن الموتور. الموتور ما بيفصلش، يعني عدى 10 و20 و30 ثانيه والموتور مش عايز يفصل خالص، وهي دي المشكله. على فكره المشكله دي الحل اللي احنا هنعمله دلوقتي هو نفس الحل اللي بنعمله مع الفلوماك، سواء كان ما بيفصلش خالص زي ما احنا شايفين في الحاله بتاعتنا دي، او سواء كان بيفصل كل شويه. يعني في ناس بتكتب لي كومنتات تقول انه طب انا عندي الفلوماك كل ما اشغله يرجع يفصل تاني، بعد ثواني يرجع يفصل تاني، وافضل ارستره ويرجع يفصل تاني. نفس المشكله اللي هنشوفها دلوقتي في الفلوماك ده اللي هو بتخليه ما يفصلش خالص، هي نفس المشكله اللي بتخليه احيانا يفصل ولازم ارستره كل شويه علشان يرجع يوصل الكهرباء للموتور ويشتغل. فتعالى بقى نفك الفلوماك بتاعنا. بيبقى فيه هنا 8 مسامير مربوطه بالشكل ده كده. انا ببدا افك المسامير دي وبفك الجزء الميكانيكي ده. انا عايز انوه لك على حاجه، ان الكلام ده انا شرحته قبل كده في سلسله فيديوهات للفلوماك، ولكن انا هقول لك دلوقتي باختصار او بشكل يفيد الغير متمرسين اكتر. المهم ان الجزء ده زي ما بقول لك هو الجزء الميكانيكي. هنفك المسامير بتاعته. المسامير دي كده بنفكها اهي. بص بقى هنا في المكان ده الميه المفروض بتدخل هنا من المكان ده كده، وبعدين تدخل في المكان ده، وبعدين في ثقب هنا الميه بتعدي فيه، وفي معدن هنا. الميه لما بتعدي في المكان ده كده وتطلع بتزق المعدن ده بيطلع لفوق، وبالتالي هو بيبعد عن السنسور اللي في الكارتة. في كارتة هنا ورا، وبرجع اكرر ان انا قلت الكلام ده كله في سلسلة الفيديوهات بتاعت الفلوماك. فالمية لما بترفع حتة المعدن دي، حتة المعدن بتبعد عن السنسور اللي في الكارتة اللي تحت هنا. في كارتة الكترونية هنا فيها سنسور، او فيها 2 سنسور بمعنى اصح. السنسور الاولاني قريب من حتة المعدن دي لما بتبعد عنه السنسور ده بيدي اشارة للكارتة ان كده المية متدفقة، يوصل الكهرباء من الطرف ده للطرف ده، وبالتالي الموتور يشتغل والميه تترفع. لما انا بقفل الحنفيه الميه اللي هنا في الماسوره هنا بترجع تاني بوزنها، تقوم تضغط على حته المعدن دي، تقوم مرجعاها تقرب من السنسور المغناطيسي اللي في الكارتة هنا، فبيبعت اشاره للكارتة ان هو خلاص الحنفيات اتقفلت. 10 ثواني بالظبط وبيقطع الكهرباء من الطرف ده للطرف ده. يعني مش بيقطع في لحظتها، لا، بيستنى 10 ثواني بيكون الموتور قطع تماما او الكهرباء اتفصلت عنه وبطل دفع الميه. في هنا في المكان ده نون ريتيرنينج فالف، او حاجه عامله زي الشيك فالف، او اللي هو حاجه بتمنع ارتداد الميه تاني في المكان ده. هتشوفها دلوقتي. بص هنبدا نفك هنا. انا هنا بقول لك ان المشكله في المكان ده بقى، في حته المعدن دي. بص كده هبدا اوقف عليه واقول لك ايه اللي حصل بقى. بص انا هنا بحرك الفلوماك تحت وفوق، بلاقي حته المعدن ثابته ما بتتحركش، وهي دي بقى المشكله. حته المعدن دي ثبتت عند الراجل صاحب الفلوماك ده، ثبتت فوق، وبالتالي هي مديه اشاره للكارتة ان الميه شغاله مدفوعه، وبالتالي ما بيفصلش كهرباء خالص عن الموتور.
لكنها لو ثبتت تحت هي كده مديه اشاره للكارته ان الميه مش طالعه. تيجي تفتح الميه تلاقي الفلوماك مش شغال، تقوم انت تدوس على ريستارت يشغله 10 ثواني. الميه شغاله هي لمده 10 ولا 20 ثانيه على حسب نوع الفلوماك. في فلوماكات تشتغل 20 ثانيه وفي فلوماكات 30 ثانيه. يشتغلوا ال 20 30 ثانيه دول ويدفع لك ميه كويسه وبعد كده يرجع يفصل. انت تستغرب الله هو فصل ليه، تقوم انت تدوس ريستارت تاني او تشيل فيشه الكهرباء اللي رايحه للفلوماك والموتور وتركبها تاني تلاقيه طلع ميه، وبعدين 20 30 ثانيه او 10 ثواني على حسب نوع الفلوماك وتلاقيه فصل تاني. يبقى هي زي ما بقول لك المشكلتين واحد، يا اما دي واقعه لتحت يا اما طالعه لفوق. فعملنا ايه بقى؟ انا هنا بحرك لك الفلوماك اهو بتاع المعدن ثابته ما بتتحركش، فهنبتدي ننظف. بص بقى في رواسب اهي شايفها هنا في المكان ده، بيبدأ يشيلها بالمفك، بيشيلها هو بيوقع الرواسب صدى وحاجات كده، وده امر عادي جدا اهو. بدأت حته المعدن تتحرك معاه بسهوله. هنا بقى ده النون ريتيرنينج فالف، ده اللي هو ايه بيحافظ ان الميه ما ترجعش. ليه بقى؟ لان المكان ده لازم يبقى فيه شويه ميه، في سنسور تاني في الكارته في المكان ده، وفي عمود في الغطا بتاع الجزء الميكانيكي ده. فالعمود ده لما بيبعد عن السنسور لورا كده برضو بيدي اشاره للكارته ان في ميه، لكن لو قرب من السنسور يعني مفيش ميه خالص. يعني المكان ده لو فارغ من الميه يعني مفيش ميه. فهو كده بيقول للفلوماك الميه قطعه ما تحاولش تشتغل، حتى لو ميه دفعت ما تحاولش تشتغل، تقوم انت تضطر ترستار. فهو ده وظيفه التشيك فالف، ان هو يحافظ على ميه هنا عشان الميه تعمل ضغط فتسحب العمود لورا فتدي اشاره للفلوماك ان الميه مش قطعه. فالميه لما تكون فاضيه هنا مش موجوده في المكان ده هتلاقي الفلوماك اللمبه الحمراء بتاعته نورت، اللي هي بتقول لك ان مفيش ميه. بيبقى فيها لمبه حمراء مكتوب جنبها فيلير. الفيلير ده يعني معناها ان الميه قطعه. الميه المضغوطه دي كمان ليها فايده كمان، ان هي بتبقى اول ما بتفتح الحنفيه الميه المضغوطه دي بتطلع تجري لفوق لانها مضغوطه هنا، فبالتالي بترفع حته المعدن دي، فبتدي اشاره للفلوماك على طول ان وصل كهرباء للموتور وما تفصلش الا بعد 20 ثانيه لو ما فيش ميه طالعه. فلما بيلاقي ان الميه مندفعه خلاص ما بيفصلش بعد 10 ولا 20 ثانيه، بيفضل موصل كهرباء للموتور ويدفع الميه لفوق لحد ما انت اللي تقفل فالميه ترجع تضغط على حته المعدن دي. انا كده بحرك الفلوماك تحت وفوق، بتاكد من ان حته المعدن حركتها حره. يعني بنبدا نجمع بالمسامير كده واحد قصاد واحد، بتجمعهم مع بعض. جبنا الغطاء اهو تمام، وبرده موصلين لمبه اهي اللي هي بتعمل مكان الموتور كده. الفلوماك على وضعه مفيش ميه معديه، هو موصل كهرباء للموتور اهو، اللمبه منوره كده مفيش ميه معديه، يعني بعد ثواني معدوده المفروض يفصل. بالفعل فصل الكهرباء. طيب هنقلب الفلوماك. بنقلب ليه؟ عشان حته المعدن تقع لتحت، وبالتالي بندي اشاره للفلوماك ان الميه معديه. تعال نوصل كهرباء بقى، هتلاقي ان الموتور شغال اهو اللي هي اللمبه. انا هنا بحرك الكاميرا عشان ابين لك انه الزمن انا ما وقفتش تصوير ولا حاجه، ما منتجتش. بالفعل ما بيفصلش خالص اهو. قلبتها رجعت حته المعدن تاني، وصل كهرباء، الموتور اشتغل لمده قد ايه؟ المفروض لمده ثواني معدوده واللمبه تفصل. بالفعل اللمبه فصلت اهي. وبالتالي يبقى كده عالجنا المشكله، وهو ده علاج اغلب مشاكل الفلوماك في المكان الشق الميكانيكي ده، هو انك تنظف الحته دي، وان شاء الله مشاكل الفلوماك كلها تتحل. يا اما المكان اللي هنا يتنظف، يا اما المسمار ده تلعب فيه يمين وشمال. وحاجه ثالثه برضو التشيك فالف اللي قبل الموتور يا جماعه، ده مهم جدا. التشيك فالف ده او ما بيسموه التشيك فالف، لما تلاقي برضو في مشكله تعليق والفلوماك بتاعك سليم وانت ضابط المسمار كويس، راجع التشيك فالف اللي قبل الموتور ده. التشيك فالف اللي قبل الموتور ده مهم ليه؟ لانه بيحضر ميه للموتور، بيخلي فيه ميه على طول، وبالتالي لما انت بتوصل كهرباء بيوصل كهرباء 10 ثواني للموتور، في ال10 ثواني دول الموتور بيسحب ميه، فبتستمر الميه في التدفق وتفضل تستمر لحد ما انت تقفلها. لكن لو مفيش ميه التشيك فالف مش سليم فالميه هربت، وبالتالي الفلوماك مش هيحس بوجود ميه فهيدي اشاره ان الميه قطعه تماما. اتمنى يكون الفيديو كان مفيد ليك، فلو استفدت مني حاجه يا ريت تدعي ليا وليك بالصحه والستر وراحه البال والهدايه للطريق الصحيح والمستقيم.